كم واحد فينا بمجرد بس انه فكر ان هو يوقف تمرين لفترة زمنية صغيرة، واول ما رجع التمرين لقى ان الحجم العضلي بتاعه بدأ يقل، وفي نفس الوقت القوة اتأثرت والتمرين بتاعه عموما ما بقاش زي زمان. كل اللي احنا قلنا ده بيحصل بسبب مبدأ اسمه الريفرسابيليتي، ان الادابتيشن والتأقلم والتطور اللي جسمك بيكتسبه اثناء فترة التمرين ايا كان نوع التمرين اللي انت بتتمرنه، بيبدأ برضو جسمك ان هو يفقد التطور اللي حصل له خلال فترة التمرين دي بمجرد ما توقف التمرين بتاعك. وفي الموضوع ده المدة الزمنية اللي انت بتتوقف فيها عن التمرين بيكون ليها عوامل كتير وبتكون مؤثرة بشكل كبير قوي. يعني اكيد واحد وقف التمرين لمدة 4 أو 6 أسابيع مش زي حد تاني وقف التمرين لمدة 3 أو 4 شهور مثلا. اكيد قدر الفقد في التطور اللي هم اكتسبوه اثناء فترة تمرينهم هيبدأ يختلف من حد للتاني بناء على المدة الزمنية اللي هم وقفوا فيها التمرين. فقدان التطور اللي هم اكتسبوه بسبب توقف فترة التمرين دي بيحصل على 3 مستويات: اناتوميكال وفسيولوجيكال وبرفورمانس. الجزء الاناتوميكال اللي هو الحجم العضلي اللي هم اكتسبوه اثناء فتره تمرينهم، او البون دينستي وكثافه العظام برضو اللي بدات تتحسن اثناء فتره التمرين، بتبدا انها تقل بسبب توقف فتره التمرين. الفسيولوجيكال اللي هي العمليات الحيويه اللي بتحصل داخل جسمهم وتاقلم الهرمونات والانزيمات بتاعتهم وقدرتها على التحسن اثناء فتره التمرين اللي كانوا بيتمرنوها تبدا تقل بشكل كبير. والفقد في الجزء الاناتوميكال والجزء الفسيولوجيكال دول بيأدوا فيما بعد انهم بيأثروا على البرفورمانس، او ان الاداء الرياضي بتاعهم في التمرين بمجرد ما يرجعوا ما بيبقاش طبعا زي زمان او زي ما كانوا بيتمرنوا. وكميه الفقد دي بتعتمد على مده التوقف زي ما اتكلمنا، وطبعا كمان بتعتمد على الانديفيدوال ديفرنس او قدره كل شخص على الاحتفاظ بالتطور اللي هو وصل له، ودي بيلعب فيها الجينات بشكل كبير جدا. طبعا ده بيحصل لما نتوقف عن التمرين او نبدا ان احنا نقلل حاجه من الاكيوت فاريبل اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هم الفريكوانسي وعدد مرات التمرين بتاعتك في الاسبوع، او الفوليوم وحجم التمرينه الواحده في اليوم، او شده التمرين اللي هي الانتنستي. اقرب مثال على فتره الدي تريننج دي هي انا وانت، واعتقد كل الناس اللي بتتمرن تعرضت انها في يوم ما بدات انها توقف التمرين او ما تقدرش انها تتمرن بسبب ظروف في حياتها او مشاكل في شغلها، ايا كان السبب، بس اكيد جالهم فتره مؤقته ما قدروش انهم ينزلوا التمرين بتاعهم. من سنتين تقريبا كنت بتمرن تقريبا بشكل منتظم والدنيا تمام معايا في الجيم وحاسس بتطور والدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. انا في يوم انا واصحابي قررنا ان احنا ننزل نلعب كوره، وانا عمري ما لعبت كوره في حياتي اصلا. لما نزلنا للاسف وقعت على ايدي، فالريست عندي من هنا حصل فيه مشكله، حصل لي في عظمه هنا في الريست زي فيشر فراكشر كده او شرخ في العظم يعني. وللاسف بسبب اللي حصل ده اضطريت ان انا اوقف التمرين وما اقدرش ان انا اروح الجيم واشيل نفس الاوزان اللي كنت بشيلها، ولا اقدر ان انا اتمرن اصلا. كل اللي كنت بعمله عشان احافظ بس على الحركه في حياتي ان انا كنت ممكن بعد اسبوع من الحوار ده بدات ان انا اروح اتمرن كارديو او العب كارديو مش اكتر. وفضلت تقريبا من 5 ل 6 اسابيع في الدايلاما دي من اني بعمل علاج طبيعي، وفي الاول طبعا كنت مريح وبعمل تمارين للريست وهكذا. جيت لما بدات ارجع للتمرين بتاعي، طبعا البدايه كانت هاديه عشان ما اثرش على المشكله والاصابه اللي موجوده عندي. فضلت تقريبا من اسبوع لاسبوعين ان انا بشيل اوزان خفيفه وبشتغل اكتر على الانديورنس وما الى ذلك. الدنيا وقتها بقت تمام والريست بدا يتحسن بشكل كبير، وبدات بقى عايز ارجع لنفس الاوزان اللي انا بلعب بيها قبل كده. الوقت ده جيت احاول ان انا ارجع لنفس الاوزان اللي انا بلعب بيها، لقيت نفسي بشيل نفس الاوزان عادي جدا، فاستغربت. وقتها قلت طب ما يلا كده نفتح الكتب ونعمل شويه ريسيرش عن الموضوع ونشوف الكلام على ايه. لقيت ان الموضوع بيتاثر خلال فتره توقفك عن التمرين على 3 مستويات. اول حاجه عند الرياضيين المحترفين اللي بيلعبوا بطولات دوليه ومعظم التمرين بتاعهم بيعتمد على الباور والايسنتريك فورس اثناء التمرين. الناس دي تحديدا السبورت سبيسيفيك باور او التمارين اللي بيعملوها اللي بتكون مشابهه للرياضه اللي هم بيلعبوها بتبدا تتاثر بشكل كبير جدا، والباور بتاعها بيبدا ينزل بشكل عالي جدا. ده ممكن يحصل في بدايات فتره التوقف بشكل عادي جدا. يعني اللي نفهمه من الموضوع ان الناس اللي بتتمرن بشكل عالي جدا وبيحتاجوا في الرياضه بتاعتهم باور بشكل عالي، سنتريك فورس بشكل عالي، الناس دي بتكون عرضه اكتر بكتير ان الاداء بتاعهم والبرفورمانس بتاعهم والقوه بتاعتهم تبدا تنزل في بدايات فتره التوقف. ثاني فئه لقينا عليهم كلام هم البادي بيلدرز، مش مبتدئين، هم ناس محترفين، مش مجرد ناس بتروح الجيم تلعب بشكل ترفيهي او تلعب من اجل انها تزيد شويه عضلات، لا هي ناس محترفه وبتطلع بطولات وهكذا. الناس دي لما وقفوا التمرين بتاعهم لمده 14 يوم لقوا ان القوه بتاعتهم بدات تتاثر فعلا، ولكن بشكل بسيط مش حاجه مبالغ فيها. يعني هم مثلا بيعملوا بنش بريس بال1 ار ام بتاعتهم لقوا ان القوه الاسترنس بتاعتهم نزل بمقدار 1.7. السكوات مثلا هم بيعملوه بال1 ار ام بتاعتهم نزل بمقدار 0.9، حاجه برضو لا تذكر. ففي الفئه بتاعه البادي بيلدرز المحترفين دول
دول لقوا ان في خلال ال 14 يوم القوه فعلا بتتاثر، ولكنها بشكل بسيط بمقدار لا يذكر. في الفئه الثالثه اللي هم الناس العاديين اللي بينزلوا الجيم من 3 ل 4 مرات في الاسبوع او 5 مرات في الاسبوع، ولكن هم بينزلوا عشان يبقوا اقوى شويه وشكلهم حلو في الهدوم ومش اكتر. ان القوه عندهم لما توقفوا عن التمرين لمده 6 اسابيع ما اتاثرتش عندهم بشكل كبير، ويمكن تاثير لا يذكر. السبب في ده ان جسمهم واصل لاعلى مراحل الادابتيشن الخاصه بيهم هم من خلال طبعا التمرين اللي هم بيتمرنوه، فالفقد عندهم كان ابطأ بكتير. فده فعلا اللي انا لاحظته على نفسي وقت فكره الاصابه. نزلت اتمرنت بعد تقريبا 6 اسابيع من التوقف، المقدار بتاع الفقد في الاوزان اللي انا بلعب بيها حسيتها مش كبير خالص، الفروقات كانت بسيطه جدا، وده اللي خلاني اروح ادور عن الموضوع بشكل اكتر. وجينا بصينا للموضوع من زاويه تانية، ان انت في بدايات فتره التوقف من التمرين بيبدا جسمك زي ما بدا فكره الادابتيشن بيبدا يفقد الادابتيشن دي بنفس الترتيب. يعني انت مثلا في بدايه التمرين بتاعك لو انت حد لسه رايح الجيم، جسمك بيبدا يعمل حاجه اسمها نيورال ادابتيشن، او بيبدا الجهاز العصبي بتاعك يتاقلم مع التمرين اللي انت بتعمله عن طريق ان هو يعمل اكتيفيشن لموتور يونت او وحدات عضليه، او عن طريق ان عقلك والجهاز العصبي بتاعك يبدا يحفظ الباترن بتاعه الموفمنت اللي انت بتعملها في التمرين بتاعك. كل الحاجات دي تكيفات عصبيه بتبدا تحصل تقريبا من 2 ل 4 اسابيع في بدايات التمرين بتاعك. وبعد كده من 8 ل 12 اسبوع من بدايات التمرين بيبدا يدخل الهايبرتروفي او الزياده العضليه والتكيفات اللي بتحصل على المستوى العضلي. عشان كده برضو الفقد بتاع التكيفات دي بيحصل كالتالي. اول حاجه الجهاز العصبي بتاعك بيبدا يهدى، والنيورال ادابتيشن اللي انت اكتسبتها في الاول دي بتبدا انها تقل في خلال بدايات فترات التوقف من التمرين، اللي هم تقريبا برضو بيكونوا في بدايات اول 4 اسابيع من التوقف. بعد ما ده بيحصل والجهاز العصبي بتاعك بيبدا يفقد الادابتيشن اللي اكتسبها خلال فتره التمرين، بتبدا القوه عندك في البدايه او الاسترنس بتاعك ان هو يقل، على عكس الهايبرتروفي او الزياده العضليه اللي انت اكتسبتها والكروس سكشنال اريا بتاعه العضله نفسها ما بتبداش تقل في خلال اول 4 اسابيع بالشكل الكبير اللي انت متخيله. قوه في البدايه بتقل نتيجه لفقدان النيورال ادابتيشن اللي جسمك كان اكتسبه. بعد 6 اسابيع تقريبا بيبدا يحصل اتروفي في العضلات، او بيبدا يحصل فقد في الحجم العضلي اللي انت اكتسبه. لكن خد بالك هنا من حاجه مهمه جدا، الا وهي الماسل ميموري. الماسل ميموري دي هي الذاكره العضليه بتاعتك، بمعنى ان انت خلال فتره التمرين اللي انت بتتمرنها ومع الزياده العضليه اللي انت اكتسبتها خلال التمرين، يبدا يتكون في الالياف العضليه بتاعتك نيوكليوس جديده او انويه في الخلايا العضليه بتاعتك. الخلايا العضليه تحديدا مش زي باقي الخلايا بتاعه جسمنا. المعروف ان كل خليه عندنا بيكون فيها واحده نيوكليوس او نواه واحده للخليه. الفكره في الخلايا العضليه انها ممكن تكون انويه داخل الالياف العضليه بشكل كبير جدا. السبب في ده ان حجم الالياف العضليه كبير، وبيكون محتاج اداره لتصنيع البروتين داخل الالياف العضليه دي. النواه بتكون مسؤوله عن تصنيع الام ار ان اي ترانسليشن، اللي هو وظيفته ان هو يصنع البروتين اصلا. لما بيحصل ميكانيكال تنشن على عضلاتك من خلال التمرين بيحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها الساتلايت سيل، دي بتكون موجوده داخل الالياف العضليه. الساتلايت سيل دي تتحول لخلايا عضليه جديده وتندمج داخل الليفه العضليه الموجوده. ولما ده حصل احنا كده ضفنا مايونيوكلياي جديده داخل الالياف العضليه. طبعا زي ما اتكلمنا ان كل ما زادت عدد النيوكليوس او الانويه داخل الالياف العضليه، كل ما زادت قدره العضله على انتاج البروتين بشكل اكبر. على طول فتره تمرينك الانويه دي عماله تتكون بشكل مستمر. بتتوقف عن التمرين لفتره طويله، البروتين ديجريديشن او التدهور بتاع البروتين اللي اتكون بيبدا يزيد، يحصل بسبب اكتيفيشن او تنشيط لبروتينات في جسمك مسؤوله اصلا عن الريجريشن او التراجع والتدهور بتاع البروتينات اللي اتكونت، زي المايوستاتين اللي كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. بيبدا يحصل ان البروتين سينثيسيس او تكوين البروتين من تاني بيبدا يقل نتيجه ان مفيش ميكانيكال تنشن او لود على عضلاتك بشكل عالي. فلما جم يتتبعوا المايونيوكلياي اللي اتكونت اثناء فتره التمرين في الوقت ده وفي فتره التوقف دي، لقوا ان المايونيوكلياي دي بتفضل موجوده حتى مع الاتروفي اللي بيحصل نتيجه لتوقف التمرين، بتفضل موجوده لسنين. زي ما قلنا ان الانويه دي وظيفتها اصلا انها تصنع بروتين في العضلات. معنى ان الانويه دي موجوده فقدره العضله على تصنيع البروتين من تاني بيكون عالي جدا. ده من الاول والاخر هو مصطلح الماسل ميموري او الذاكره العضليه. كان ملخص الفيديو بتاع النهارده اللي اتكلمنا فيه عن الدي تريننج او توقف التمرين لفتره. فانت محتاجك ما تقلقش لو وقفت التمرين لفتره مثلا اسبوعين او 3 أو 4 بسبب ظروف حصلت بحياتك. مش عايزك انك تحبط وتقول ان انا هنزل عضلات والحجم العضله عندي هيقل والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده. لو انت حد بتتمرن عشان صحتك تبقى كويسه وشكلك يبقى كويس في الهدوم، فانت التكيفات اللي جسمك اكتسبها خلال فتره التمرين اللي فاتت دي تقدر ترجعها بسهوله جدا اول ما ترجع للتمرين من تاني. اشوفكم على خير، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عن المواضيع اللي حابين نتكلم عليها اكتر الفتره الجايه.
النهايه، ويا ريت تدعمونا بسبسكرايب للشانل ولايك للفيديو وكومنت زي ما اتفقنا عن المواضيع اللي حابين نتكلم عليها اكتر.